السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. انا جهاد السعدني ودرست فن الطهي الفندقي، ودي قناتي. لو اول مره تشوفيها انزلي تحت الفيديو واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس، هيوصل لكم اشعار بوصفاتي الجديده. والنهارده بقى هنعمل المكسوفه والمكشوفه، وهنعملها مع بعض كده طريقه سهله وبسيطه مش تحت منك مجهود. هعرفك ازاي تعملي الكنافه من غير ما تبوظ منك بلون كويس. اللون مش هيطلع لون فاتح ولون غامق. واحسن حاجة للكنافة كمادة دهنية ايه، وهعرفك كل حاجة عن الكنافة. مش هتبوظ منك بعد كده، بعد الوصفة دي مش هتبوظ منك خالص ان شاء الله. وازاي تفضل مقرمشة معاكي لحد اخر قطعة، هتبقى طرية من جوه ومقرمشة من بره لو صينية كنافة. انما المكسوفة طبعا بتبقى محشية كريمة او كريم باستري، او يعني بتبقى محشية كريم باستري على كريمة أو كريمة. فيلا بقى نبدأ الوصفة. هنجيب كنافة تكون متفرزة. أنا عندي كيلو كنافة فروزن مطلعاها من الفريزر لسه حالا. هبدأ أفركها بإيديا أو أحطها في الكبة. عايزة أفرمها ناعم خالص وتبقى مفرولة في إيدي خالص بالظبط كده. أحط عليها سكر بودر. ليه السكر البودر؟ قلنا كذا مرة في كذا فيديو إن السكر البودر بيخليها مقرمشة لآخر قطعة، وبيخلي لونها حلو، واللون بتاعها يبقى موحد، بيبقى لون ذهبي غامق. لو انت يعني بتحمريها زيادة، او لون ذهبي فاتح لو بتحمريها آه يعني وسط، بيبقى لونها عامة موحد، مش هيبقى لون ولون. فاهمين يا جماعة؟ كمادة دهنية بقى، احسن حاجة للكنافة قلنا السمنة. السمنة العلب العادي، السمنة النباتي، مش سمنة بلدي او زبدة على زيت او زبدة. الكلام ده غلط. هي سمنة بس، سمنة نباتي من بتاعة العلب. دي احسن حاجة للكنافة عشان تطلع معاكي بسوا مظبوط وبلون مظبوط ويبقى الماشة مظبوطة بالظبط كده. احطها في الصينية بمعلقتين سمنة كبار. طبعا اخدمها في السمنة قلنا عشان خاطر ايه؟ تطلع كويسة معايا ولونها حلو وسواها مظبوط. ابتدي بقى اقلبها كويس وما وقفش تقليب. اقلبها كويس عشان خاطر اللي ما تتحرقش من حتة ومن حتة تانية لا. فاقلبها كويس. ادي اللون المطلوب والمظبوط، لون ذهبي غامق. لونها مظبوط قوي 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 يا بنات، ولونها حلو جدا. واظن بنشوف اللون ده في المحلات. ده اللون المظبوط للكنافة. طبعا انا عندي الكاميرا مغمقاها شوية، لكن هي افتح من كده بسنة بسيطة يعني. هحط عليها صوص كراميل لو عايزة، مش عايزة حطي عليها شربات او عسل ابيض. انا عن نفسي حطيت عليها شربات وحطيت عليها آه صوص كراميل. ليه حطيت عليها الصوص الكراميل او الشربات؟ حطيت عليها عشان تبقى اولا تبقى يعني مسكرة، وتبقى تمسك يعني في بعض كده، عشان لما اغلف بيها الصينية تبقى متماسكة. الصوص الكراميل بيديها تماسك اكتر من الشربات. تمام. اغلفها بقى بالشربات بالصوص الكراميل. هتلاقوا السمك بتاعها اختلف والتماسك بتاعها اختلف، ما بقتش مفرولة زي ما انا كنت لسه مخرجة من على النار. والله طعمها كده ممتاز برضو. طبعا كلنا بنحب الكنافة في كل حالاتها. هجيب بقى فراولة، طبعا مغسولة كويس ومتنضفة كويس. هقطعها لمكعبات صغننة خالص. دي هتديني طعم حلو جدا في الكريمة، وهتبقى يعني طعم مختلف ومميز عن المانجا. طبعا احنا كلنا متعودين على الكنافة بالمانجا،
هجيب بقى 75 جرام من الكريم باستري، و75 جرام من الكريم شانتيه. انا عايزة المجموع 150 جرام. هجيب بقى كوباية مية متلجة، و في حدود 300 جرام. لو ما عندكيش ميزان وعايزة تعملي كريم شانتيه زائد الكريم باستري، هنعمل ايه؟ هنحط الاتنين على بعض، وهننزل بالمية واحدة 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 واحدة، لحد ما اشوف القوام بتاعها تقل معاه وبقى كويس، عشان القوام بتاعك ما يبقاش خفيف. وطبعا الكريم شانتيه لو عايزة تجيبي نوع كويس، فهو المتحدة، نوع اسمه المتحدة. ده جيبيه من عند اي مستلزمات حلواني هتلاقيه. ده احسن نوع هناك، يعني احسن نوع هتجيبيه المتحدة. بيرمي معاكي كويس قوي، القوام بتاعه بيبقى تقيل وحلو، غير الطعم طبعا بيبقى كويس جدا. يبقى انا جبت 75 جرام كريم باستري، على 75 جرام كريم شانتيه، على كوباية مية متلجة. ما عنديش كوباية مية متلجة اللي هي في حدود 300 جرام. ما عنديش ميزان، قلت هجيب شوية كريم شانتيه على شوية كريم باستري، وانزل حبة حبة، يعني مية، حبة مية في حبة مية. وهجيب بقى الفراولة، انزل على الكريم شانتيه اللي انا عملته، واقلبها في الكريم شانتيه بالظبط كده زي ما انا عاملاها بالظبط. عايزه اقول لكم الكريم شانتيه مع الكريم باستري احلى بكتير من الكريم شانتيه لوحده. هجيب بقى القالب بتاعي واغلفه بالظبط كده. هغلفه بالكريم فيلم او بالستريتش. اعمل له قاعده كده، او البلاستيك راب. هتغلفيه كده كويس عشان تعرفي تمسكي صينية الكنافة بتاعتك، لان طبعا هي تبقى مجوفة وهتبقى جواها الكريمة، فهتبقى يعني بصي هشة خالص وممكن تتكسر منك. فهنغلفها كده عشان لما اجي انزلها ما تتكسرش مني. بقدر الامكان احاول يعني ايه ما اكسرهاش. شايفين بقى متماسكة ازاي عشان حطيت صوص الكراميل والشربات بالظبط كده. ابتدي اكبسها بايدي بقى كويس. واغلف الصينية كلها بالكنافة، واكبس بايدي وانا بحطها على قد ما اقدر اكبس بايدي. لو عايزة تزودي كمية الكنافة في الأرضية وفي الجوانب عن كده، بتبقى يعني يستحسن برضو، لأن معظمها كريمة. فلو الطبقة رقيقة هتحسي ان انتي بتاكلي كريمة بس. فانا جربتها طبعا لأول مرة، فطبعا هي ترند اليومين دول. فانا جربتها حسيت ان انا كان لازم ازود الكنافة شوية للأمانة يعني. مش هقولك ان هي مظبوطة مش عارفة لا، انتي تزودي الكنافة شوية. للي بيحبوا بقى الكريمة اكتر، فهتبقى مظبوطة بالنسبة لهم قوي. تجربة حلوة جدا يا جماعة، وتجربة يعني حلوة فعلا، يعني لذيذة جدا جدا جدا، وطعمها خيالي. طعمها حلو جدا. ميكس الكريمة مع الفراولة مع الكنافة، حاجة وهم. طبعا احنا جربنا الكنافة بالمانجا. صدقوني دي أحلى بكتير كمان. كنافة بالمانجا فظيعة طبعا، وطعمها محدش اختلف عليه. بس ميكس الفراولة مع الكريمة مع الكنافة رهيب برضو يا جماعة، رهيب بجد. انا بحاول اظبط الحواف اهي واكبسها كويس، بحيث ان هي يعني ما تتكسر، احاول على قد ما اقدر ما تتكسرش مني. طبعا اللي عامل صينية كبيرة زي كده، لما بيجي يقلبها غصب عنك هتلاقيها إيه إيه
اتشرخت اتطبقت سنة. انما لو عاملة حاجة صغننة كده بتبقى مظبوطة جدا وما بتتكسرش وما بتقعش ولا اي حاجة خالص. بتبقى القالب نازل زي ما هو كويس جدا. بحاول اظبط القاعدة على قد ما اقدر. هجيب بقى الكريم شانتيه بتاعي بالفراولة، احطه بقى داخل القالب بالشكل ده. جربوها يا جماعة تعجبكم جدا جدا جدا. وما تحطوش كريم شانتيه بس، حطوا كريم باستري على كريم شانتيه، الاتنين ميكس رهيب بيدي طعم فظيع. حاجة غنية كده، غنية غناوة وحلوة وخفيفة خفيفة جدا يعني، مش تقيلة خالص يعني. الكريم باستري مع الكريم شانتيه بيدي يعني خفيفة كده، مش كريم شانتيه تقيل سنة عن الكريم باستري والكريم شانتيه. ابتدي بقى احط الطبقة الأخيرة اللي هقفل بيها الصينية بتاعتي او القالب بتاعي بالظبط كده. احاول ان انا يعني اظبطها كده عشان يعني ما يبقاش القاعدة برضو خفيفة. ظبطتها خالص كده وزي ما انتوا شايفين تمام التمام. هبتدي بقى اقفل البلاستيك راب بالشكل ده. عشان لما اجي اقلب الصينية مفيش حاجة تبقى لازقة، وكل حاجة تبقى معاكي يعني خارجة بسهولة، القالب يخرج معاكي بسهولة بالشكل ده. خلصته هحطه بقى لمدة 4 ساعات في التلاجة. وادي هعمل قالب صغير. يبقى جربنا القالب الكبير وجربنا القالب الصغير. يستحسن تعملي كذا قالب صغير، شكله ألطف وأحسن بكتير وأسهل بكتير وما بيتكسرش منك وانتي بتخرجيه من القالب. يعني زي ما بتعمليه زي ما بيطلع معاكي، بيخرج معاكي ما بيتكسرش ولا أي حاجة خالص. هظبط الحواف والقاعدة بتاعته برضو، وهحاول اظبط القالب بتاعه ادخله مثلا بتاع 3 4 ساعات في التلاجة. هنا حطيت صوص كراميل تاني ليه عشان خاطر اللي لقيتها مش متماسكة معايا، فانا عايزاها تمسك في بعضيها. فحطيت صوص كراميل عشان تمسك في بعضيها، مسكت في بعضيها وبقت كويسة والدنيا تمام. حطيت الكريمة بتاعتي تاني اهي، وظبطت بقى الدنيا. وهقفل القالب بتاعي، الوش بتاعه كده هقفله، او القاعدة بتاعتي يعتبر. ظبطها كويس جدا عشان برضو لما اجي اطلعها ما تتكسرش معايا. تاني يا جماعة هقول لكم حاولوا تزودوا الكنافة شوية، عشان للي بيحب الكنافة اكتر فدي هتعتبر ان انت يعني لو الطبق رقيقة هتعتبر ان انت بتاكلي يعني كريمة. لكن لو زودتي الكنافة فهتبقى مظبوطة جدا. للي بيحبوا الكريمة فدي بالنسبة لهم مظبوطة جدا برضو. هقفل بقى القالب بتاعي اهو واسويه واظبطه وادخله التلاجة لمدة 4 ساعات. طبعا دي بنوتي، انتوا عارفين ان هي دايما بتساعدني ودايما كده بتقف معايا في المطبخ وتناكفني شوية يعني. جبت القالب بتاعي اهو بعد ما حطيته في التلاجة، هينزل معاكي بقى زي ما هو، وشكله اظرف واحلى بكتير من القالب الكبير. بالظبط كده. شايفين بقى شكله حلو ازاي؟ دي بقى يا جماعة المكسوفة. لا دي المكشوفة، سوري دي المكشوفة. ميكس رهيب رهيب يا جماعة، جربوه مش هتندموا، جميل جدا جدا جدا. شايفين بقى غرقانة بالكريمة ازاي من جوه،
حلوة جدا جدا جدا. الله على الجمال يا جماعة، الله على الجمال، حلوة قوي بجد. وعرفتك كل اسرار وتكات الكنافة اللي ما تخليهاش تطلع بايظة منك خالص. شايفين يا جماعة؟ حلوة جدا، تنفع طبعا في اي عزومة، آه في اي مناسبة تكملي بيها البوفيه بتاعك، تبقى شكلها ممتاز. وعملنا قالب تاني هو الكبير، القالب الكبير، بس انا رجحت القوالب الصغيرة بصراحة. يعني لو هاجي اعمل تاني هعمل مثلا 6 قوالب صغيرين على عدد افرادنا، لو في مناسبة على عدد الافراد اللي جايين، احسن بكتير من الصينية الكبيرة. قدرت اتحكم فيها اكتر، والقالب طلع مني اظبط واحسن من القالب الكبير. بالظبط كده يا جماعة. بس هي اول ما طلعت هبتت كده وبقت يعني مش مظبوطة، اتكسرت، اتشرخت كده، حاجة بسيطة، بس يعني ايه، قدرنا ننقذ الموقف. بالظبط كده، زي انتهى بالفستق الكتاب، واديت شكل روعة وحلو، وهتعجبك جدا 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 في اي مناسبة. آه هتكملي بيها البوفيه وهيبقى شكلها حلو قوي. لو عندك بقى كريز، عندك كريز الحلواني المجفف دوت، عندك اي حاجة تزيني بيها، عندك مكسرات، اي حاجة ممكن تكملي بيها التزيين. بالظبط كده. ايه رأيكم فيها بقى؟ طعم طبعا يعني وهم وخيال. في قالب تاني، عملت قالب تاني كده، وده الشكل النهائي. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب.